أخيرا بعد يوم طويل جدا. يا سلام، الله على راحة. أخيرا وصلنا. أخيرا الله حلو عليه هادشي. خصنا نشوفو المنظر. not bad نايس. مراية كبيرة وعندي ما ندير بها. بعد هذاك فازة صغيرة جدا، ديسك، ثلاجة، نفس لعب خاوية، الحليب. طواليت نابل. أعزكم الله. ما هانية. أخيرا يوم طويل. اليوم غنريح وغندوي على النهار كامل كيفاش داير. بدي زوين هذا الفيديو. مرحبا بكم في لاشيل ترافل وذ امبر. سافر مع امبر. هذا اول نهار لي سيدي برا الباطو اوفيسيال مورا مسألة كونترا. غنريح كما قلت لكم وغندوي شويه. مرحبا فلاشين. غندوي بزاف على البلان الباطو كيفاش. المهم سالت لي كونطرا اليوم وهذا شنو البروغرام اللي عندي في هاد الايامات اللي جايين. عندي دابا 5 ايام في استراليا. عندي 23 24 25 26 و 27. مورا نهار 27 غنمشي للمغرب. غندوي لكم على شنو غيطرا في هاد 5 ايام. كاينه واحد التريب كبيره اللي غتكون هنا في بريسبن جولد كوست. غنحاول نحرك لسيدني، ديجا الطياره تبوكات. غنحاول نمشي لادلايد، هذيك باقي تنفكر فيه، وموراها غنرجع عاوتاني لبريسبن ونمشي في حالاتي. فكل مدينه غندير فيها فلوق ديال النهار كامل اللي غنضرب فيه تور المدينه وغنشوف داكشي كامل اللي فيها وهذا. الا باقي ما درتيش سبسكرايب ولايك الفيديو. هذا البلان هو اللي كيقولوا كلشي، دير لايك وسبسكرايب. حتى انا غنقول. ما الا اول مره كتشوفني وبغيتي تابع الحياه ديالي، سميت محمد كريتي عنبر. داكشي اش عندي في لاشين امبر. كنخدم في كروز لاين، كنخدم في كروز شيبس، وكنسافر العالم. انا حاليا دابا في استرالي. يلاه ساليت الكونطرا وقريب غنمشي للمغرب، ولاحقا في هذا العام غنحرك عاوتاني الامريكان والكاريبيان وبزاف تخربيق. ف الا باغي تتبعني في هاد الجورني هادي دير داك فولو لي لتحت. مخلي شي كومونتير زوين اش بغيتي تشوف في هاد لاشين، اش بغيتي ندوي عليه في هاد لاشين، وغنرجع لكم مورا ما نتقادو الريح وندوي على هاد النهار كيفاش داز. هادي دابا الجوج. النهار ديالي اليوم بدا مع 12 الليل البارح. سيو. اخيرا احساس زوين ملي كترجع للحياه، كتحس براسك رجعتي للحياه الطبيعيه. ما عايش في باطو، بيت عادي، كتسمع زقزقه العصافير، كتشوف الطبيعه، هواء جميل نقي. عدنا. فكما دويت في الاول الفيديو، اليوم كان هو الاخر ديالي في الباطو ولا البارح. اليوم يصطلح عليه في عالم البواخر ساين اوف ديت، ولا فرنسي وقيلا this charge or this ما عرفش شنو كيقولوا لي بالفرنسي. مي ساين اوف ديت هو النهار اللي كتكيتي فيه الباطو، سواء كنتي خدام في كروز لاين، ولا كنتي خدام في كارغو شيب، ولا كنتي خدام في اي نوع ديال الباطوات ككونترا. كيجي واحد النهار اللي ساين اوف، صافي كتخرج من الباطو، كيعطيوك واحد الوراقي بلا راك صافي you have been discharged، وكتحرك في حالاتك. كيكون اطول نهار صراحه ومتعب. ما صورت حتى شي حاجه حيت كنت فوكسي على كل شيء. حتى جيت دابا اللوطيل عاد. المهم ما عرفتش انا اصلا واش غنمشيو نشوفوا داك التخربيق كامل ودوك الكواليس ديال شنو كيطراو هذا. مي الا بغيتو مني نكون غادي للباطو ديالي الجاي نقدر نصور داك البلان كامل، البروسيس كامل كيفاش كيدوز. خليو لي في كومونتير الا بغيتو تشوفوا داك العجب، ونقدر ندير لكم فيديو حيت غادي لواحد الباطو في هذا العام دابا شي شهور قليله، ونقدر نصور داك البروسيس كامل. النهار كيكون شويه طويل
بزاف. انا كما قلت في الاول الفيديو بدا عندي انا من 12 الليل حيت كنجمع حوايج، وانا كنكره نجمع حوايج. والمشكل اللي كيطرى لك مني كتكون في الباطو ولا ساليتي كونطرا ديالك هو الوزن. في الفول ديالنا اللي عاطينا جوج بالز كبار ديال 23 كيلو. انا حاليا صافي ساليت جمعتهم وكل شيء، بجوجهم فيهم 25 كيلو، وحيت بزاف ديال الحوايج اللي ما قدرتش ندي معايا اللي كانوا تقريبا حتى هما شي 25 كيلو. حيت بزاف ديال الحوايج اللي ما قدرتش ندي معايا، شي حوايج اللي كاين شي حوايج اللي شريتهم، كاين شي حوايج اللي حوايجي انا وما قدرتش نديهم، صافي غير حيدتهم عطيت لبنادم وهذا ما قدرش نجيبهم معايا حيت عندي الوزن بزاف. نقدر نشري فاليز واحده اخرى ونديها معايا، ولكن مع انا باغي ندير هذا البلان ديال نبقى في استراليا واحد 5 ايام، فما نقدرش من ناحيه البودجي ما نقدرش نشري فاليزه واحده اخرى ونخلص عليها في الطيران القطريه ونديها ما بلا ما والو. دابا تانستاليت في لوطيل، حاط بيسي، يلا خديت واحد بيسي اليوم حاطو كي تسيتابا انستالاو الميزاجور وداك التخربيق. النهار ديالي كما قلنا ساليت الخدمه البارح ماشي ل 11 ونص الليل. صافي بقى عندي ما يدار، بديت في ديك الساعه في الجميع. كنت ديجا جامع حوايجي، ما كان البلان هو شنو خصني نحيد، شنو ما خصنيش، شنو ما نقدرش نحيد، شنو خصني ضروري ندير المغرب، شنو نقدر نتخلى عليه. فالمهم بقى داك البروسيس من 12 تقريبا حتى ل 5 الصباح، 5 السوايع، ولكن كندير بوزات، كنت كندوي مع بنادم اللي كنقول ليه تهلا بسلامه الله يعاون طاطا. مي 5 السوايع تقريبا في التوتال، وانا غير كنرون وكنخربق حتى لقيت في الاخر صافي هادشي هو اللي غندي، هادشي هو اللي غنلوح. عبرت البوالز بجوج كانت فيهم شي 25 تقريبا. غنمشي نطايف معاهم في المطار، نحاول كيفاش ما نخلصش ولا نحاول نشوف كيفاش غندوز. ديجا شحال مره صافر شحال الكونطرا ديالي السادسه هذه، ديما كنخرج بزاف الوزن، ما عمري ما خلص. فنحاول نشوف كيفاش نقدر نسلت من عندهم. اخر كونطرا ليا كنت خرجت ب 26 و 25 ودست. هاد المره نشوفوا البلان كيفاش غادي يدوز. اخر نهار في الباطو كيكون شويه سونتيمونتال. المهم كيكون شويه في شكل، سورتو الا كانوا عندك عشرانك، وسورتو الا كان عندك شي شخص عزيز عليك بزاف، كيكون شويه الامر صعيب، حيت فهمتي كتولف. سورتو في الباطو كامل كنا عائله 6 شهور ونص، فهمتي 6 شهور ونص، وحنا كتخدم مع بنادم كتشوفوا ليل ونهار، كتفهمتي. فصافي ما ويمكن ما عمرك تشوفه في حياتك، ما تعرف، حيت بنادم انترناسيونال بزاف الدول، فكيكون شويه الامر صعيب. مي السعاده عاوتاني كتكون بزاف، حيت غادي لبلادك، غادي العطله. 6 شهور ونص وانت في نفس الحيوط، فكيضرك راسك. مع ديك الخمسه صافي ساليت جمعت كل شيء. البروسيس كيكون ساهل، شويه صعيب مي ساهل. خاصك ترد الكابين كي ديالك اللي ما عرفتش فين درتها، المهم نسيت انا ما رديتهاش اليوم. الكابين كي اللي كتحل بها الباب ديال الروم ديالك في الباطو، كيخصك ترد الاتش ار. موراها الاسترالي عندهم واحد القانون في شكل ديال انه الا كنتي جاي لاسترالي كاين بزاف د الحوايج اللي ما تقدرش تجيب لاسترالي، والا جبتيهم خاصك تديكلاريهم باش هما يتشيكيوهم ويشوفوا واش دوك الحوايج يقدروا يدخلوا لاسترالي ولا لا. راه بزاف، راه تخيل معايا بزاف، راه كاع الدول عندهم هاد البلان، ولكن الاسترالي ستريكت لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. انا فاش كنت جيت لاستراليا في 2023 حيدوا لي العسل، كنت جاي معايا العسل من المغرب حيدوا لي. كاين كيسولوك على كل شيء، الا عندك شي حاجه مصيبه بالجلد، كانت عندي واحد الشابو مصيب بالجلد، فهمتي خصك تكتبو. الا عندك دي برودوي دوايات، اي حاجه عندك خاصك ديكلاريها وما كيتشيكيو. اليوم ديكلاريت انا بزاف الحوايج، كان عندي الشوكولات جايبو معايا، كان عندي ديك الكاسكيطه ديال الجلد، كان عندي الدواء، كان عندي شي تخربيق اخر. المهم ديكلاريت داكشي كامل. خونا غير شافوا ورقه طاطط دوزوني دغيا. ما دخلش زعما في تعمق في الموضوع ديال حكا حل راه نشوفوا هادشي. والبلان اللي دار زوين، مي داروا تحبسوا مع شي وحدين اخرين. صراحه تيختاروا على حساب منين جاي، على حساب واش كتفتف، على حساب واش مديكلاري انت، واش مديكلاري شي حاجه اللي في شكال.
الا عندك مثلا شي سيرتو كو ملي كنمشيو نسافروا لي بور وكنمشيو نزوروا شي دول كناخذوا شي سوفونيرات وشي تخربيق. بارفو ماشي شي واحد كياخذ شي موس مصايب يدوي ولا شي حاجه، ولا كياخذ شي بياس اوف ارت مصايبه بشي عود ولا شي حاجه. فالدوله كتبدا تقول لك الاسترالي حيت ستريكت بزاف، يعني صارمين في القوانين ديالهم، كوك ضروري ما نتشيكيو داكشي ونشوف. فمشينا تشيكينا داك التخربيق ما دغيا دوزونا وصافي، وكتسنى حتى يخرجوا الكاست كاملين اللي في الباطو. الكاست هما المهم الناس اللي ساكنين عندنا في الباطو، الكاست اللي دوزوا ديك السيمانه ديالهم تيخرجوا كاملين. عاد حنا كنخرجوا كندوزوا فهاد السكانير، كيسكانيو كيشوفوا واش كلشي مخرج شي حاجه اللي ما خصهاش تخرج للبلاد وصافي، كيقولك سير في حالك. هنا عندك جوج ديال لي زوبسيون الا كنتي خدام انت في باطو ولا مع شركه ولا مع المهم. ملي كتسالي الكونطرا ديالك نورمالمون الشركه ديالك كتصيفطك لبلادك ولا فين ما عندك الباسبور ولا فين ما عندك الايربور كتصيفطك. مي كيعطيوك على حساب عاوتاني الرانك ديالك، على حساب انت منين بلاد، على كيعطيوك واحد لوبسيون ديال الا بغيتي تبقى، مي ماشي تبقى كتوريست الايام محدوده. الا بغيتي تبقى فديك الساعه الفول ديالك ما كيكونش في نفس النهار اللي كتخرج من الباطو، ما كيكون موراها على حساب انت شحال تبقى. فمثلا في ميريكان ملي كنكونوا حنا في ميريكان الا كنتي غادي تبقى خاص تكون عندك B1 B2 فيزا اللي هي فيزا توريست ديال ميريكان، خاصها تكون عندك وتكون فاليد، وتحجز لوطيل وتحجز فين غتبقى وشنو غدير وامتى غتمشي، وتحجز الطياره ديالك غترجع لبلادك. ومني كتخرج من الباطو كدوز من الكاستمز اللي هما الديوانه ولا هذا، وكيتشيكيو لك داكشي كامل. علاش؟ حيت في ميريكان كاين هذا البلان ديال بنادم تيعلق، بنادم من الباطو تيهرب ما تيرجعش للباطو، ما صافي تيبقى هربان في ميريكان. واخا هذا البلان خطير حيت الكروز لاينات كاملين، الكروز شيبس كاملين كيديكلاريو بك السي بي بي، فكتولى روشيرش. ومني كتلقى ولا مني كتجي تدفع الوراق ولا كتجي المهم تقاد الوضعيه ديالك في ميريكان واخا دوز عليه 10 سنين، كتطلع لهم بلي راك انت ديجا معلق من باطو، كيصفروك بعدا كيوروك للشركه ها هو خونا اللي مطايفين. ما حيت الشركات كيحقدوا عليك، كيعاونوك، كيخدموك، كيعاونوك باش تصايب الوراق، كيعاونوك وكلشي، في الاخر كتعلق عليهم، كيطرى لهم الشركه مشكل. حيت ميريكان كتلصق لهم غرامات، هذا البنادم معلق فهمتي بحال قلتي. حيت الكروز لاينز كلهم راه عندهم ملايين ديال الموظفين فهمتيني. فتخيل انت شحال فهمتي شحال من واحد علق من هذيك مليون، الا قلتي 10% راه بزاف الاف ديال الناس. فضروري خص تكون عندك فيزا توريست باش تقدر تخرج من الباطو وتبقى في ميريكان. ديك الساعه كتبقى عندك اب تو 6 شهور. كيتشيكيو لك داكشي هذاك، كيشوفوا واش كلشي هو هذاك، صافي تيخليوك تمشي في حالات ما تيبقاو حاضرين معاك. هنا في الاسترالي ما مزكينش الفيزا، بعدا كتخليك غير 5 ايام، ما كاينش 6 شهور بحال الميريكان ولا غير 5 ايام. هاد الفيزا اللي حنا كنخدموا فيها بالباطو كتخلي لك 5 ايام مورا ما تخرج من الباطو. فانا اليوم خرجت 23، هاد الفيديو كنصوروه 23 فبراير 23 فبراير، خصني نمشي في حالي 27 فبراير نمشي في حالاتي ماكسيموم، 28 غندبر عليها. ف 5 ايام ديجا عندي الطياره، ديجا عندي لوطيل يلاه بوكيتو مورا ما خرجش من الباطو. هاد اللوطيل هذا اللي فيه بوكيتو مورا ما خرجش من الباطو. الاسترالي ما تيسولو حتى وزه، مع كتخرج من الباطو كيسكانيو لك غير التخربيق ديالك. ما شافوا لنا لا باسبورات لا فين غادي، لا ما كاينش اللي دوي معاه والو. هذا بلان زوين، هذا بلان هو اللي بنادم يعلق فيه. مي الاسترالي فيها مشكل هو ديال تا هو الا لقاوك غيديروا معاك مشاكل وغيصيفطوا، تقدر حبيب بيس وتقدر يصيفطوك تجمع الفراوله في فرايز في شي تخربيق ما بلانش. الاسترالي بلاد زوينه العيشه مي خصك تكون ليغال، حيت الا كنتي الليغال دبرتي عليها. خصك ضروري تكون ليغال، ماشي بحال الميريكان بنادم يقدر يعيش الليغال، لوروب بنادم يقدر يعيش الليغال، مي هنا في الاسترالي ضروري خصك تكون ليغال. الا ما كنتيش ليغال غتاكل الدق ديال بصح. فداك الشيء علاش بنادم ما كاينش اللي تيهرب في الاسترالي. والاسترالي فهمتي غيلقاوك غيجبدوك بنادم كامل عايش في 5% في استراليا،
واخا كبيره قد امريكان قاره على قد بنادم عايش 5% فيها، والشيء الاخر كله صحراء غتموت. ماشي بحال امريكان كاين بزاف فين تراب وهذا ولا لوروب ولا كذا. واصلا حنا ما كنفكروش داك الشيء، خدامين 3 سنين انا مع الشركه، غادي للقدام، كنسافر كان هذا كلشي مزيان. فعندي 5 ايام فيديو واقيلا بان لي طولت فيه الهضره، مي غنحاول نحبسو دابا. عندي 5 ايام غنبقى كما قلت في الاول الفيديو. عندي يوم في بريسبن اللي هو اليوم، واخا دابا راه 3 العشيه. عندي يوم غدا في جولد كوست، عندي يوم في سيدني موراها، وعندي يوم في ادلايد، وموراها غنرجع لبريسبن وغنحرك للمغرب. فغنحاول ندير فيديوهات مقسمين. الفيديو الجاي هو غيكون على بريسبن، غنصور هاد العشيه هادي وحتى في النهار الاخر اللي فاش غنرجع لبريسبن. فبحال قلتي غندير لكم واحد الميكس بين نهار وليل، مي غيتصوروا في يومين مختلفه. غدا في الجولد كوست ضروري ما غنصور فيديو كامل ديال النهار كامل. سيدني ضروري، واخا مشيت لسيدني واخا شفتها، مي راه صراحه انا غادي ليها غير باش نصور عاوتاني فيها، حيت سيدني مدينه زوينه. عندي واحد بنادم كنعرفو تما نقدر نتلاقاو مع العرف. ادلايد ضروري حيت عندي شي اصدقاء تما اللي شحال ما شفتهم، غادي نمشي نتلاقى معاهم. ان شاء الله غيكون فيديوهات غيكونوا واعرين. غنوريكم الاسترالي، غنجربوا شي حوايج. مثلا في الجولد كوست غدا غنمشي لبارك داكتراكسيون بحال الثيم بارك، بحال ديزني لاند، بحال هاد الثيم بارك ديال وارنر بروس. سيدني غنمشيو لوبرا هاوس، غنمشيو نجربوا القص، غنمشيو لتشاينا تاون ان شاء الله، غنمشيو نشوفوا الدنيا تما. وكل مدينه غنمشي لها ضروري نعطيكم فان فاكت عليها، وفان فاكت على استراليا بشكل عام. الاسترالي ضربت فيها شحال، واخا كنا كنجيو غير كندوزو غير 3 ايام 4 ايام ولا يومين في السيمانه، مي راه شحال وانا ضارب فيها هاد العام 2024 و 2023. فجمعنا شويه الاكسبيريونس، تحكينا مع بزاف ديال بنادم هنا في الاسترالي. اعطيكم بزاف المعلومات على الاسترالي، وما تغبروش. لاشينا هي ترافل وذ امبر. الا باقي ما درتيش فولو ولا سبسكرايب ديرها لتحت، خلي لنا شي لايك الا عجبك الفيديو، كومونتير اش بغيتي تشوف في الفيديوهات اللي غنديروا من بعد. الفيديو هذا غيتلاح غالبا مورا 2 فيديوهات اللي هما ديال ايرلي بيتش وديال كيرنز، اللي هادو مدن في لو نور ديال استراليا. الا باقي ما شفتوهمش راه غنخلي لكم فيديوهات في صندوق الوصف. تشيكو الفيديو ديال ايرلي بيتش اللي واحد البلاصه زوينه كاينه في استراليا. تشيكو اوسو الفيديو ديال كيرنز اللي غنكون مشيت فيه لواحد الاكواريوم اللي غنشيكي فيه وغنشوفوا الحياه البحريه ديال مدينه كيرنز. هذا فيديو ديال قصتي في هذه الايام الاخيره. موراها غيجي فيديو ديال بريسبن، موراها ديال جولد كوست، موراها ديال سيدني وادلايد، موراها التريب اللي غندير للمغرب، ولي فول طوال اللي عندي فول حتى قطر 15 ساعه، وموراها عندي فول للمغرب. ايوا ورمضان غننزل في المغرب نهار 1 مارس. مي هاد الفيديوهات غنبوستي كل سيمانه، غنبوستي واحد كل سيمانه. فغنكون كنمونطي هاد الفيديوهات غالبا وانا في المطار ولا في الطريق ولا في المغرب ولا شي لعبه. مي هاد الفيديوهات غيجيوكم معطلين بارابور الوقت فاش تصوروا، ماشي مشكل. ومني غنمشي للمغرب نشوفوا شنو غنديروا في المغرب، ومورا غنكملوا التريب ديالنا الامريكان لنيو اورلينز ان شاء الله. هذاك هو الباطو ديالي الجاي، مي غندخل ليه للسبليون. فكاين عندي واحد البروسيس اوسي ديال فيزا شنغن ان شاء الله يسر لنا فيه. خصنا ندفع الفيزا شنغن باش نقدر نمشي للباطو ديالي الجاي في السبليون. وموراها من السبليون غنقطعوا حتى الميريكان، ان رحله بحريه فيها 10 ايام اللي غنقطعوا فيها المحيط الاطلسي كامل. غتكون عالم. هذا البلان غيكون في جوان، وموراها غنكملوا معايا التريب والحياه ديالي في البحر في جوان جويي اوت وسبتمبر وديسمبر. فالمهم غتكون رحله جميله. مره اخرى الا ما درتيش لايك وسبسكرايب ديرها. شكرا حيت بقيتي معايا في الفيديو. الا بقيتي كتفرج حتى هذا الوقت هذا وما جاكش الملل، thumbs up. شكرا لك بزاف. بزاف ديال الفيديوهات غيجيو ان شاء الله.
enjoy life. شكرا.